منع ديوان هيئة الرقابة المالية والإدارية في قطاع غزة المحامين من الدخول لمقر نقابة المحامين بحماية من أفراد الشرطة الفلسطينية الذين اقتحموا المقر بدورهم. وذكر المحامون أن الرقابة المالية تبحث عن مستندات مالية خاصة بالنقابة. هذا هو المشهد في مقر نقابة المحامين الفلسطينيين بغزة عقب اقتحام هيئة الرقابة الإدارية والمالية له برفقة قوة من الشرطة في محاولة لمصادرة الأجهزة والأوراق والمستندات الخاصة بالنقابة. كل ما قالوه أن لديهم أوامر عليا دون إبراز أي مستند قانوني لحضورهم إلى نقابة المحامين. بالتالي نحن كمجلس نقابة طلبنا من الموظفين عدم التعاطي معهم حتى نحضر إلى النقابة، وحضرنا وحاولنا حل الإشكالية. يقولون أنهم يريدون ملفات رقابة وهيئة الرقابة العامة وما إلى ذلك. سبب هذا الإجراء هو رفض إدارة مجلس النقابة قرار الديوان بالرقابة على كافة التقارير المالية والإدارية للنقابة، لأن المصادقة على هذه التقارير هي من صلاحيات الهيئة العامة في النقابة فقط. هم يتحدثون عن أمر خطير جدا يتعلق في حسابات لنقابة المحامين قامت الهيئة العامة بالمصادقة عليها. الهيئة العامة في نقابة المحامين هي الوحيدة قانونا وحسب النظام التي تقوم بالمصادقة على التقرير المالي والإداري كل 3 سنوات قبل العملية الانتخابية. المحامون هنا أكدوا لفلسطين اليوم أن مجلس النقابة طرح على هيئة الرقابة العامة حل الخلاف بالحوار والنقاش، لكن الأخيرة رفضت. طرح مجلس النقابة عليهم حتى حل هذا الإشكال أن يتوجه مجلس النقابة في يوم آخر لحل هذا الإشكال، في يوم آخر للتفاوض والتفاهم على هذه المواضيع دون عمل هذه الضجة والاعتداء على النقابة، إلى أنهم رفضوا مصرين على طلبهم. الآن مجلس النقابة يتفاوض مع بعض الأعضاء من هيئة الرقابة وبوجود أيضا الشرطة، وهذا مرفوض منا من قبل الهيئة العامة. نحن نقول أن المجلس حتى مجلس النقابة لا يجوز له أن يتخذ أي قرار الآن إلا بالرجوع للهيئة العامة وموافقة الهيئة العامة من المحامين على أي قرار سيتخذ بهذا الشأن. وانطلاقا من طبيعة مهنة المحاماة وهي سيادة القانون، دعا المحامون الهيئة العامة إلى اتباع الأصول القانونية في أي إجراء. من غزة ينضم إلينا أمين سر نقابة المحامين الفلسطينيين السيد زياد النجار. سيد زياد، أرحب بك. لو تحدثنا بالتفاصيل عما جرى اليوم ولماذا اعتبرتم ما جرى اقتحام لمقر نقابة المحامين في غزة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية تحياتي لك وللسادة المشاهدين والعاملين في فلسطين اليوم. نحن نعتبره اقتحام لأنه فعلا كان هناك اقتحام لمقر نقابة المحامين الفلسطينيين في غزة مخالف لكل القوانين والأعراف. تم التعامل مع نقابة المحامين الفلسطينيين معاملة لا تليق بمؤسسة عريقة ومؤسسة قانونية محترمة كأكبر مؤسسة قانونية في فلسطين. حين يحضر في الصباح الباكر قوة كبيرة من الشرطة تقف أمام نقابة المحامين وتقف أمام أبواب غرف التي يعمل بها الموظفين ومكاتبهم وتمنعهم من التحرك، وتحاول أن تأخذ أجهزة الحاسوب والملفات دون سابق إنذار ودون تواصل مع مجلس النقابة ودون أي شيء. هذا يعتبر احنا من وجهة نظرنا كارثة. لذلك أنا بنتهز هذه الفرصة لأدين بكل وأشد عبارات الإدانة ما حدث اليوم من الشرطة في غزة من اعتداء على نقابة المحامين وعلى مؤسسات القانون وعلى رجال القانون في فلسطين. هذا الحادث حادث خطير ننظر له بخطورة بالغة. لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تأتي قوة من الشرطة تقتحم نقابة المحامين بالأسلحة. لم نرى ذلك في أي مكان في العالم. لماذا؟ ليس هناك أي سبب أو مبرر. حضرت الرقابة العامة إلى النقابة وقلنا لهم أننا نعمل وفق القانون وبشفافية وتفضلوا نحن جاهزون استلموا ما تريدون، إلا أن الهدف ليس ذلك. نقابة المحامين تتعرض لمضايقات في غزة منذ فترة طويلة. سيد زياد، ديوان الرقابة العامة وفي بيان صدر عن وزارة الداخلية في غزة اعتبر أن ما قام به هو إجراء قانوني بحت ناجم عن عدم تعاون النقابة منذ 5 أشهر مع ديوان الرقابة ومع الوزارة.
يعني هو يطالب بمطالب معينة بتقارير مالية وإدارية، وأنتم يعني متهمون بالمماطلة في هذا الموضوع. ما دفع ديوان الرقابة إلى القيام بهذه الخطوة التي يعتبرها إجراء قانوني وروتيني؟ هذا الكلام عار عن الصحة تماما، وأنا بأسف إني بسمع مثل هذا الكلام بيصدر عن وزارة كوزارة الداخلية أو عن جهاز كجهاز الشرطة أو الرقابة العامة في غزة. هذا إن دل على شيء كان صدر من ديوان الرقابة المالية والإدارية إنما يدل على عدم نزاهة في تعاملهم مع هذا الملف. لم يحدث هذا على الإطلاق. نحن فتحنا أبواب النقابة لديوان الرقابة المالية والإدارية وقلنا لهم تفضلوا، وخصصنا لهم مكتبا داخل النقابة وقلنا لهم نحن معكم في الشفافية، تفضلوا وساعدونا في كل ما تريدون من النقابة، نحن جاهزون. لكن هم طلبوا سنوات سابقة في المخازن وطلبوا أمور لا نستطيع إحضارها أو ليست ملكا لنا أصلا، وبالتالي كان هناك هدفا أبعد من موضوع الرقابة العامة. قلنا لهم كل ما هو موجود في النقابة نحن جاهزون، وبالتالي حتى لما حضروا صباح اليوم بقوة الشرطة قلنا لهم بالقوة هاي النقابة أمامكم، كل ما تجدوه خذوه، ما عندنا أي إشكالية. طيب سيد زياد، الآن برأيك ما هي الخطوة اللاحقة؟ كيف يمكن حل هذه المشكلة مع وزارة الداخلية مع ديوان الرقابة؟ يعني هل من اتصالات يمكن أن تنشط في هذا الإطار؟ يعني هو في نهاية نهار اليوم تقريبا كان هناك بعض التفاهمات على أن ما كنا نقوله سابقا جميع المستندات المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية للعام 2015 استلموها فعلا وبموافقة المجلس من البداية، استلموها كاملة حتى النسخة الأصلية لم تبقى في النقابة، الآن موجودة بحوزة ديوان الرقابة وهي المسؤولة عنها ليس نحن. وما هو سابقا وصادقت عليه الهيئة العامة لنقابة المحامين والذي كان محلا للخلاف سيتم التحدث معه بين مجلس النقابة وديوان الرقابة المالية والإدارية بدخول وسطاء مثل بعض الشخصيات الفلسطينية وبعض المحامين الذين تدخلوا لحل هذا الخلاف ولجان من الفصائل الذين حضروا اليوم إلى نقابة المحامين. لكن في كل الأمور نحن أساءنا كثيرا فعلا ما حدث اليوم، وأساءنا أكثر ما صدر عن وزارة الداخلية سواء من وزارة الداخلية أو الشرطة أو الرقابة من بيان يدعي بأنه لا وجود للشرطة مع أن الشرطة هي التي اقتحمت مبنى نقابة المحامين. من غزة أمين سر نقابة المحامين الفلسطينيين السيد زياد النجار، شكرا جزيلا لك.